السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم ويعود علينا وعليكم الأيام بخير، ويكون سنة سعيدة عليكم وعلى أمة محمد أجمعين. زي ما انتم شايفين كده ده سوق السمك. فأنا حبيت أوريكم بقى ايه، جولة صغيرة كده أو بسيطة في سوق السمك وأحوال السمك. زي ما انتم شايفين كده هي الأسعار مرتفعة جدا، وأنا مكنتش أتخيل إن الأسعار ترتفع بالدرجة ديك. بس أنا قلت أوريكم بس إيه الحاجات اللي موجودة في السوق. ده بوري، وده السمك ده ما شاء الله بلدي اللي هو بولتي بلدي. أنا معرفش إذا كان ليه اسم تاني ولا لأ، بس ما شاء الله أنا جبت منها واحدة فلقيتها الله أكبر. حاجة كده يعني إيه بتعدي ال2 كيلو أقل حاجة فيها. فحبيت إن أنا أجيب واحدة بحوالي 2 كيلو، وسعرها كان مناسب جدا، يعني كان الكيلو منها ب80 جنيه أو زي ما انتم شايفين كده. وجبت من البوري والجمبري والكابوريا عشان هنعمل منه شوربة اللي هي العادية، والشوربة باللبن حسب يعني الأذواق وكده. وهنا الجمبري، طبعا أنا جبت الجمبري اللي هو الوسط. طبعا أنا كنت عاوزة كم يعني إيه أشكل تشكيلة كده للشوربة. مثلا من فلي جزل، ل يعني تشكيلة كده حلوة، بس صبيت الحاجات دي. بس لقيت الأسعار مرتفعة جدا، فعملته بجمبري وعملته بالكابوريا بس. وكانت الشوربة يعني ما شاء الله اللهم بارك كانت جميلة جدا. طبعا هنا أم الخلول، وهنا السمك اللي هو التونة والمكرونة. أنا جبت منه برضو مكرونة، وجبت سمك المرجان جميل جدا، وعاوزة أقول لكم إنه طعمه كان جميل جدا. ولو أنا يعني لو خدت بالي أنا كنت كترت يعني في الكمية، وما كنتش كترت بالجمبري. على الأقل كنت وفرت يعني، مع إن أنا عملت الجمبري بالصينية بالبصل والطماطم ناي في ناي وزقته بالفرن. بس كان طعمه جميل جدا، وكانت الدمعة بتاعته أو الصلصة بتاعته تتغمس كده ليها طعم مميز. يعني كان ما شاء الله حاجة جميلة جدا. وطبعا البوري انا كنت جايباه علشان لو هشويه او ممكن اخلله اللي هو الملوحة. زي ما انتم شايفين كده ده البوري. طبعا دي التشكيلة اللي انا جبتها. زي ما انتم شايفين كده حبيت ان انا ايه الم الدور معايا فجبت الكمية البسيطة دي. زي ما انتم شايفين كده هنا ده سمك بوري حوالي كيلو 3 سمكات اللي هو الوسط. وهنا الكابوريا، وهنا سمك المرجان ده بقى النضيف جدا، حتى لما باجي انضفه جميل جدا. وده المكرونة يعني هو الوسط، علشان الصغير بيبقى كله يعني شوف، فحبيت ان انا اكبره شوية عشان اولادي. ومعانا هنا بقى سمكة البولتي اللي هي البلدي اللي هي الكبيرة، ده حوالي 2 كيلو. ونبدأ بقى هنا نغسل الكابوريا. معرفش بقى بتسمى سلطعون كابوريا، حسب كل بلد او كل محافظة لها اسم يعني مسمينها بيها. هنا بنضفه بمية وخل وملح كويس قبل ما تتعمل، او زي ما انتم شايفين كده. ده الحجم اللي هو الوسط. فانا حبيت ان انا ايه اجيب الحاجة الوسط بنفس الوقت يكون السعر مناسب ليا والكميات تبقى حلوة يعني. زي ما انتم شايفين كده انا هنا جبت المصفى وهصفيهم، وهبدأ بقى اغسل بقية الحاجة. عايزة اقول لكم ان الشوربة دي جميلة جدا وطعمها تحفة يعني. اولادي بيحبوها على طول بيطلبوها مني. بس هو بس ايه الغلا وكده، كنت بعملها بالصبيط، وكنت بعملها بالجزل، وكنت بعملها يعني تشكيلة، وكنت بجيب بياض، وكنت يعني بجيب تشكيلة اجمل من كده برضو. فحبيت ان انا اشارككم. انا هنا غسلتها تاني، فحسيت ان هو المية بعد ما غسلتها ان هي لسه ميتها متعكرة. فحبيت ان انا اعيد غسله تاني من الخل والملح، وبنفس الوقت ايه اضمن ان ما فيهاش اي اتربة او اي حاجة. هنا زي ما انتم شايفين كده
بسيبها بقى هنا تتصفى وبكمل غسيل الحاجات الباقية. لو انت بقى جديدة في القناة أول مرة تشوفي الفيديو، ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا عشان يوصل كل جديد، وتشجيع كده بالكومنتات عشان أستمر وأقدم لكم حاجة جديدة. هنا طبعا المرجان الجميل جدا، السمك دوت عايزة أقول لكم كان طعمه جميل جدا، وحتى عجب اللي ضاقوا وقالوا لي لازم تعملي لنا أكلة لوحديها من سمك المرجان، بعيد عن أي حاجة تانية. أنا هنا نضفته طبعا، قلبه نضيف جدا يعني ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، حاجة كده نضيفة وطعمها برضو حلو. فأنا هنا قالوا لي برضو ايه مش لازم ان انت تنضفي تنضفيها أو، بس أنا حبيت ان انضفها بالشكل ده. وهنا السمكية اللي انتوا شايفينها بقى البولتي، قطعتها بالقطعة ديك علشان السمك هنا مشكل، فاللي هياخد قطعة من هنا ما يعني ايه يشكل يعني من جميع من كل نوع حاجة. وهنا سمك المكرونة طبعا هنا هغسلها قطعة قطعة زي ما انتم شايفين كده، كانت غسل معايا. وهنا المكرونة، وبرضو هنا المرجان، وهنا الجمبري والكابوريا. وهبدأ بعمل معاكم هنا الشوربة. طبعا بعد ما المية بتبدأ اللي هي ايه تغلي معايا زي ما انتم شايفين كده، اتطول معايا بقى ايه ملح، واخد بقى ايه سنة قرفة وكزبرة على كمون على فلفل اسمر. وطبعا لو عندك مرقة دجاج بيبقى مكعب ماجي دوت بيبقى يخليها طعم مميز، يعني لو جربتها ان شاء الله تعجبكم. وتقطعي بقى هنا بصلايه، ولو عندك فصين توم برضو يستحسن ان انتي تميزيها مثلا بطعم التوم مع البصل. هنا بقى الجمبري، طبعا الجمبري ده مقشر انا جايباه جاهز، كيس يعني زي ما انتم شايفين كده، جايباه يعني للشوربه. بضيفهم بقى للشوربه بالشكل دوت، واسيبها غلوه والتانية بتستوي معايا متاخدش اي وقت خالص. وحبهان لو عندك يعني تضيفي، ومعلقه سمنه. طبعا السمنه دي بلدي عشان كده ضفت معلقه، بتديها برضو طعم جميل جدا، مرضتش برضو اكتر من السمنه. عايزه اقول لكم ان ريحتها وطعمها جميل جدا. طبعا وقشر قشر الجمبري، نسيت اقول لكم ان قشر الجمبري برضو مهم جدا للسمك، بيديله برضو للشوربه، بيديها طعم مع الشوربه. حتى لو انتي مش هتعملي جمبري او مش متوفر عندك، ممكن تعملي شوربه بقشر الجمبري، يعني بيعزز من طعمها وريحتها. هنا بقى ايه بقى في الحله الغطا يعني، وبسيبها تستوي واروح اعمل معاكم بقى هنا آه طاجن الرز المعمر. هنا معايا معلقتين من السمنه زي ما انتم شايفين كده، ابدا ان انا اسيحه. وهنا بقى كان معايا اللي عندي هنا اللبن كنت غالياه، بضيف هنا اللبن. طبعا هنا انا جايبه كيلو لبن، فعشان اعمل مثلا ايه موازنه ما بين الشوربه اللي ام لبن وطاجن الرز، طبعا انا هعمل بمقدار نص كيلو رز بالظبط، فهاخد نص كيلو من اللبن عليه. عاوزه اقول لكم ان انا زودت هنا كوبايه ميه، وهنا بقى تحطي معلقه سكر صغيره ومعلقه ملح كبيره بالشكل ده، ونقلبهم مع معلقه فلفل اسمر برضو صغيره، وكده نضيف عليها الرز بعد ما يتغسل. وهنا بقى الصينيه الجميله ديت من الجمبري، طبعا الجمبري انا غسلته برضو بميه وملح وخل، او بقلبه هنا بسمنه. عاوزه اقول لكم ان انا منضفتوش خالص لانه تنظيفه مع اكله. او زي ما انتم شايفين كده، مخرطه هنا بصلتين وسط، بضيفهم هنا بقى واشوحهم كويس. ومعايا هنا قرفه وكزبره وكمون وفلفل اسمر وملح وورق لوري وحبهان، وبقلب المكونات كلها بقلب بعضها بالشكل ده. وحاطه معلقه صغيره من خلطة الرز البسمتي جميلة جدا اللي هي الكاري، طبعا بتضيفي منها زي ما انتم شايفين كده. بعد ما اشوحها كويس
تدبل معايا بس البصلاية وتغير لونه. بعد كده أضيف الطماطم. وهنا الرز زي ما انتم شايفين كده بدأ اللي هو يتشرب. طبعا أنا هنا شايلة القشطة بتاعت اللبن، يعني عندي قشطة وعندي علبة زبادي. فحبيت ان انا ادوبهم بقلب بعض واضيفهم في الوش، يعني في وش الطاجن، واحطه بالفرن. عشان هنا بسرع الوقت، عشان كده سويته على البوتاجاز عشان الفرن ما كانش فاضي، فاضيفه بالفرن في الاخر ياخد اللي هو الوش اللي هو المتحمر ويبقى جاهز معايا. بشوح الجمبري زي ما انتم شايفين كده كويس لحد ما البصلايه ما تهدى معايا او تدبل، وبرده الجمبري اللي هو ايه ياخد الصدمة بتاعته. وبضيف له الطماطم وبضيفه هنا في قلب الفرن واسيبه بقى مع نفسه يبقى ناي في ناي. وهنا زي ما انتم شايفين كده خدت الغلوة التانية. ابدأ بقى ان انا ايه اقلبها بالشكل ده كده. الشوربة اللي هي العادية جاهزة معايا. وهنا معانا بقى الجمبري حطيت عليه، ضفت عليه يعني الدقيق ومعلقتين نشا. وهبدأ بقى ايه ان انا اسخن الزيت وهقلي معاكم الجمبري الاول. طبعا هنا كان حاجة بسيطة جدا من الجمبري، يعني الكمية كانت بسيطة ما كانش كتير اللي هو الجمبري المقلي زي ما انتم شايفين كده بحوالي بتاع 4 كيلو. وطبعا عندنا الشوربة هنا عاوزينها بلبن وعاوزينها عادية. فاجيب هنا بقى حلة تانية يعني واقسم الشوربة معانا. وبعد كده اضيف له هنا نص كيلو اللبن اللي انا كنت شايلاه واقلبه شوية، وكده كانت بقت جاهزة معايا شوربة اللبن والشوربة العادية. وطبعا طاجن الرز كان خلاص اتشرب. هضيف له هنا القشطة وهحطه وهضيفه بالفرن ياخد الوش بتاعه. وطبعا الجمبري اللي هو بالصلصة بالفرن. وكنت بقلي السمك وكده كانت جاهزة معايا. طبعا كان فاضل بحوالي نص ساعة في الوقت دوت على أذان المغرب. فكنت بحاول ان انا استعجل علشان الوقت ما يجريش مني. وهنا كانت الشوربة اللي هي العادية كان طعمها جميل جدا، جربوها وان شاء الله تعجبكم. وهنا سمك كان بيتقلي. طبعا انا ضفت هنا على الدقيق معلقتين من النشا ومعلقتين من الكاري اللي هو بتاع الرز البسمتي، وقلبتهم بقى ببعض وقلت بيه السمك. بيديكي بينشف السمك وبيديله تحميرة ولون جميل جدا. اه زي ما انتم شايفين كده كان الجمبري والسمك مقلي. وهنا كانت الصينية جاهزة والسلطة. وهنا بقى كانت الشوربة العادية والشوربة ام لبن. ويا رب يكون عجبكم الفيديو. وهنا الطاجن الرز. وما تنساش بقى تدوسوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. فضلا وليس امرا ادعموني. وده كان الشكل النهائي، يا رب يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.